أهلا بيكم في حلقة جديدة من اسأل وأوريجينال تجاوب. ضمن الاسئله اللي بتيجي كتير على رسائل البيج او الطلبه اللي هم اوريدي معانا في البي اينز يفرغوا هو انا ضروري ان انا ادخل بي تي اي ولا انا شايف ان انا كده تمام، بقدر اتكلم اكسبتد في الكول سنتر فانا مش محتاج حاجه من الدنيا تاني كده خلاص. الاجابه على السؤال ده تتلخص في 2 بوينتس. البوينت الاولى هي الخاصه بالمستوى اللغوي، بمعنى انه انا مجرد وصولي واتقاني لمستوى البي اينز انا كده مش فليسنت، انا بكون سيمليشنال، انا بكون سريع نسبيا، عندي شويه فوكاب، عندي شويه تيم محدده باطار محدد غير مثل معينه بتكلم بيها. ولكن لو حد موتوشبراخلر بيتكلم معايا باسلوب الموتوشبراخه او الالتاكسشبراخه انا مش هقدر اواكب ده مش بيحصل غير مع الطالب اللي اوريدي خلص البي تي اي، بيقدر يتعرف على الكومبلكسيتي، على النوم فابيندونجن، بيتعرف على الباسيف ازاتس فورمن وغيرها. يعني تقريبا هو مكمل لمستوى البي اينز فلا بد منه. على المستوى الوظيفي هو مهم جدا كمان في اختياري للبوزيشنز، بمعنى انه انا دلوقتي بقيت ايجنت في الكول سنتر وانا راضي ومبسوط، طب انا ما عنديش اي احلام تانية، طموح مثلا انه انا اترقى او اكون تيم ليدر او كده. في الشركات دي ضروري ان هو بيتعمل لك انترفيو، طبعا لازم تكون شبراخلر حد يعني فليسنت بالظبط شبه الموتوشبراخلر، فانا ده مش هيتحقق وانا طالب بي اينز. يعني بي اينز ده بيتكلم زي ما قلنا كده في اطار محدد، فعشان اخرج من الاطار ده لازم اطلع للبي تي اي واتعلم الكومبلكسيتيز الموجوده فيه. كمان الاكاديمي، معظم الاكاديمي والاماكن اللي بتدرس كورسز وكده مش بتحتاج غير بي تي اي مينيمم لو انا مش خريج كليه لغات، فضروري جدا انه انا انتهي منه كدراسه اكاديميه وبعد كده ابتدي اطبقه على الواقع.